انا ميديا باير مش ساحر. كل ميديا باير فينا بيحاول ان هو يطلع اقصى نتيجه ممكنه من الاستهداف ممكن عشان يوصل لنتيجه عظيمه، ولكن في كل نتيجه عظيمه بعض الضوابط ان احنا المفروض نمشي عليها عشان نحقق تارجت كويس او بيزنس كويس او حاجه كويسه للبيزنس نفسه. اول الميديا باير مش هو اللي عليه عامل النجاح والسقوط او الفشل 100%، لا، في عوامل كتيره بتنجح وفي عوامل كتيره بتفشل الموضوع. بس انا ما ينفعش ان كل ميديا باير اشتغل معاه يوم او يومين انا كصاحب بيزنس واقول لا اصل ميديا باير ما بيعرفش يشتغل. يا جماعه الموضوع مش كده خالص، الموضوع انك انت لازم تستمر. اي مرحله تعلم في اي منصه اعلانيه بتاخد من 3 ل 5 ايام. دي مرحله تعلم، لا عشان الخوارزميات تعرف انت عايز ايه او تعرف انت بتوصل لمين. انما انا ما ينفعش اطلاقا ان انا احكم على اعلان ممول من يوم او يومين مهما كانت الميزانيه. ليه؟ المنصات الاعلانيه استراتيجيتها معروفه جدا ومعروفه لاي حد. طيب، قبل ما اعمل اعلان وقبل ما اعمل استهداف بعمل حاجه اسمها ماركت ريسيرش عشان اعرف انا جمهوري فين وانا عايز اوصل لايه. طب طالما انا عملت الماركت ريسيرش، في حاجه تانية، الكونتنت يا جماعه، كتابه المحتوى. بعض الناس قالت لك المحتوى هو الملك لان المحتوى بيعتمد على الاعلانات او بياخد جزئيه من الاعلانات. 70% من الاعلان لنجاحه راجع للمحتوى الكتابي مش محتوى الفيديو. وطبعا الريل احنا نصحنا الناس اخر حاجه يا جماعه انها تستخدم ريل بمقاس 9:16 اللي هو مقاس الشورتس او مقاس التيك توك او مقاس الريلز الانستجرام، ودي اكتر حاجه احنا بننصح بيها. طيب، هو ليه انا بقول ميديا باير مش ناجح؟ لان كل الناس متوقعه البيع المباشر من الميديا باير. الميديا باير يا جماعه هو مش مهمته انه يبيع. الميديا باير هو بيقدم خدمه معينه ان هو يوصل لك للناس ويوصل لك باستهداف صحيح وبنشاط معين عشان توصل لاقصى نتيجه ممكنه. طيب، المودريتور، انت بتعين مودريتور ما بيكونش عنده علاقه بالبيع. يعني المودريتور اللي انت بتعينه هو بيرد بس، انت عايز واحد بيرد بس ليه ساعات معينه ان هو بيقدم حاجه معينه بيقول له اهلا، المودريتور بيقول له اهلا سهلا، هو ما بيعملش حاجه ثانيه. انت لازم تحط رينج ولازم تعمل عموله عشان تقدر تبيع اقصى عدد ممكن من المسجات. انا واحد من الناس عملت سبونسر لحد جاب 700 مسج في يوم، قال انا ما حققتش مبيعات. طب ليه؟ بيقول لي الاستهداف غلط، بناء عليه قلت الاستهداف غلط. طب انا دخلت شفت المسجات لقيت كل الناس مهتمه، ولكن هو بيبعت اسطمبه معينه للمسجات لكل الناس. طب افرض انا عميل غير عميل، كلنا بنفرق وكلنا لنا شخصيات وكلنا لنا حاجات مختلفه، فلازم تعين واحد بتاع مبيعات كويس، تعمل له عموله كويسه، لازم تكتب محتوى كويس، لازم تشتغل الريل كويس. مش كل حاجه تفضل على حاجه واحده بس، لازم تهتم بالمحتوى. المحتوى يا جماعه هو الملك. فبعد اذنكم اي ميديا باير، انا بقالي بفضل الله تعالى 12 سنه في المجال ده. اشتغلت مع شركات بره مصر كمدير تسويق، وبفضل الله من اصغر مديرين التسويق على مستوى العالم بفضل الله. وما اشتغلناش بس شرق اوسط بس، لا احنا اشتغلنا على جميع العالم، ان كان جوجل ادز او تيك توك ادز او سناب شات ادز او ميتا ادز، كل ده اشتغلنا عليه بفضل الله تعالى، حتى لينكد ان اشتغلنا عليها. فبعد اذنكم قبل ما تيجي تقول اصل انا ما ببيعش عشان الميديا باير، لا انت ما بتبيعش مش عشان الميديا باير، عشان انت مقصر في جوانب كتير، منها المحتوى، منها المودريتور، منها اداره الصفحه نفسها، منها الرد على العميل. كل عميل بيفرق، كلنا بالسيكولوجيه مختلفه، كل واحد ليه فكر مختلف. انا مش هرد على الوزير زي ما ارد على واحد عادي من عامه الشعب. كل واحد ليه اسلوبه، كل واحد لازم يحافظ على المكانه دي عشان يوصل بالبيزنس بتاعه لاقصى درجه ممكنه. طبعا احنا قلنا في ميتا او اي منصه اعلانيه المحتوى التعليمي بيقعد، اي مرحله تعليميه بتقعد 3 ايام ل 5 ايام، جوجل مثلا بيقعد 5 ايام ل 7 ايام. اي اعلان بياخد مرحله تعلم خلال المده دي. فيسبوك بياخد من 3 ل 5 ايام. انت ما تقدرش تحكم على الاعلان خلال المده دي عشان احنا بيجي لنا اسئله كتير. احنا بفضل الله في خلال شهرين احنا اشتغلنا مع اكثر من 1000 عميل حرفيا. احنا بفضل الله تعالى مسكنا اغلب الانشطه التجاريه بفضل الله في مصر. معانا تيم مكون من 100 شخص فيما فوق. اعتقد ان احنا بنعمل بلان ماركتنج من اقوى البلان ماركتنج اللي ممكن تتنفذ على مستوى العالم بفضل الله تعالى، ولسه مستمرين في ده. وبنحاول قدر الامكان ان احنا نوصل للعميل بتاعنا لاقصى نتيجه ممكنه باقل تكلفه ممكنه. شكرا لكم، وان شاء الله باذن الله في كورس باذن الله قريب جدا هعلمكم يعني ايه ميديا باينج. بس قبل ما تفهم ميديا باينج، مفيش ميديا باينج الا لما يكون فاهم تسويق صح. شكرا.